لو فاكر إن الإعلام في مصر بدأ ببرامج الخمس ساعات وخناقة الاستديوهات وقصب بقصب، تبقى أنت محتاج تركز معايا في الكلمتين دول. قصب بقصب ما فيش مشكله. قصب بقصب جديده قوي. يعني شفت تحليل فني من مبدع بتاعي على مدار عمري كله. قصب بقصب. بما إن مفيش كورة الأيام دي وأقرب ماتش يوم السبت بتاع الزمالك في نهائي الكونفدرالية، تعال نروح نعرف كيف بدأ الإعلام المصري. الإعلام الرياضي هو اللي شكل وجدان وهوية وتعصب المشجع المصري، بل وكمان هويتهم التشجيعية. هو اللي اخترع التحفيل والتحليل الجميل والصايع. النهارده هنحكي القصة من أول ورق الجورنان بقرش صاغ لحد ما بقى عندنا محللين بيقولوا على جوارديولا هجاص. وانتوا بقى كده جيتولي على عدلتي، يعني الكلام اللي انا بحبه، لاني ناوي اودي قوي في الكلام عشان ده ميكس بين التاريخ والعبث والملايين اللي بتترمي في الاستديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم كرم. انت زهقتني الكلام عندك، انت جددت. سنة 1934 كان في راجل بطربوش، بس مش الطربوش اللي جه في دماغك. المهم الراجل ده اسمه محمود بدر الدين، ده اللي عمل أول برنامج رياضي في الراديو، وكان اسم البرنامج مجلة الرياضة. زمان ما كانش فيه صور، فكان لازم المذيع يخليك تشم ريحة النجيلة ويقلوظ لك العملية شوية. الكلام ده كله بيعمله بصوته حتى تفهم ما يدور داخل الملعب. الراجل ده هو اللي حط البذرة لكل مستمع، وبعدها بفترة ظهر الكونفوشيوس الحقيقي نجيب المستكاوي. الراجل ده بجد كانت دماغه ألماظ، كان رشاش إفيهات. على فكرة هو اللي اخترع الألقاب اللي لغاية دلوقتي بنقولها على الأندية، زي الدراويش، الشواكيش، الملكي، الشياطين الحمر. المستكاوي كان بيكتب بالإتيكيت، كان راجل لارج كده بس لسانه بيلسع وبينتقد وبيفشخ بس بالاحترام، وعلمنا ان الكوره فن ومش مجرد خناق. نيجي بقى للحنجره الذهبيه، الراجل اللي اول ما تفتكره تفتكر الستينات والابيض والاسود وفيلم كابتن زيزو حبيبي. اعتقد انت كده عارف. ايوه هو صح، كابتن محمد لطيف. يا ساتر على دي لغة محدش في الدنيا يقول كده. على فكرة كابتن محمد لطيف هو كان صاحب أول فكرة للاستوديو التحليلي في مصر. سنة 1960 دخل التلفزيون لمصر وظهر محمد لطيف. كابتن لطيف بجد كان ترند عصر، لو كان شخر في المايك ساعتها كان برضه هيبقى ترند، لأن ما كانش فيه غيره بيطلع ويذيع كل المباريات. وأول واحد عمل برنامج في التي في، والبرنامج كان اسمه أضواء الملاعب. غير طبعا انه كان اشهر مذيع ومعلق للمباريات على مستوى الوطن العربي. سادتي كابتن لطيف يحييكم من استاد القاهرة الدولي وينقل لكم. نيجي بقى للمعلومة التي ستصدمك في 35 ثانية. تعرف مين أول واحد جاب سبورة وتباشيرة وقعد يحلل تكتيك واتكلم عن تحركات اللعيبة وواجبات كل مركز؟ هو الكابتن عبده صالح الوحش. ده بقى كان صاحب فكرة الاستوديو التحليلي اللي بتحصل بعد كل مباراة. كان الكابتن الوحش يقعد يرسم دواير وتكتيكات ويقول لك اللاعب ده اتأخر في التغطية، أو اللاعب ده نازل مسرتن، أو اللاعب ده ما غطاهاش. كان جوارديولا الإعلام وقتها. نيجي بقى لأواخر الثمانينات وبداية التسعينات، برنامج كمل معانا لغاية الألفينات، صاحب المزيكا الشهيرة، أيوة، الكاميرا في الملعب. البرنامج ده اتشهر اساسا مش بسبب الكوره، ده اتشهر بسبب الفنان الراحل عزت ابو عوف، وكمان لانه كان بيجيب كواليس الكواليس وخناقات اللعيبه وشتيمه الجمهور والسب بتاعه، ده غير انه طلع مراسلين ومذيعين كتير للاعلام المصري. نيجي بقى لمحبوب الجماهير وزلزال الالفينات، كابتن شوبير وكابتن مدحت شلبي وليالي مودرن سبورت الجميله. هنا اللعبه قلبت بيزنس تماما. ظهر احمد شوبير وقلب الدنيا ببرامجه. شوبير نقلنا لمرحلة الانفرادات والمصادر المجهولة، ما كانش حد بينام قبل ما يسمع كلمة معايا مكالمة هتغير التاريخ. يا اخي انت اشعرت لي جسمي والله. الضحك بتنتبه. والله انت اشعرت لي جسمي ده. وفي نفس الوقت ظهر الكابتن مدحت شلبي، ده بقى اللي عمل الخلطة السحرية. جاب المحللين وقعدوا يهزروا ويتكلموا في الكورة ونكت وبرامج وأسئلة، وده بجد اللي عمل ليالي مودرن الجميل. ما ننساش كابتن أيمن عبد الغني وكابتن إسماعيل يوسف وكابتن أخوه إبراهيم يوسف كابتن فاروق جعفر. فعلا كان استوديو مليء بالصرخات والضحك، البرنامج الذي سيظل أيقوني حتى تنتهي الكرة الأرضية بما فيها
وبما لها وبما عليها. طبعا في ليالي مودرن سبورت ظهر معانا الكابتن الفيلسوف كابتن ايمن، هو اللي دخل المصطلحات الغريبه في التحليل. يا جماعه تلاقيه بيقول لك اللاعب ده عنده المرونه الفسيولوجيه وعنده القدره المركزيه في الاستمناء على الخصم وقطع الكراتين التي لديه. واحنا كده قاعدين مش فاهمين لان احنا كنا صغيرين، بس الكلام يكيف، هو الراجل محترم. نيجي بقى لمرحله الكلام اللي من القلب، اللي ما فيهاش جعوصه وما فيهاش حاجه تقيله ويفهمها الناس البسيطه. الكابتن رضا عبد العال اللي قفل الاستوديوهات بتاعه الكوره في مصر بالشمع الاحمر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الرضا عمل حاجة جميلة قوي وحاجة بسيطة، انه بقى يقول الكلام السهل البسيط اللي يخش القلب، والناس في الاستوديوهات التانية بتخاف تقول. طلع قال لكل الناس اللي انتوا بتسمعوه ده هجص، انا اللي عندي الخلاصة. رضا عبد العال مش مجرد محلل، ده ظاهرة تستحق الدراسة. خلى الناس تستنى الاستوديو بتاعه، بس مش عشان يعرفوا التكتيك، لا، عشان تشوفوا هو بيتكلم كلام بسيط لواحد مشجع قلبه على فريقه. رضا عبد العال هو اللي وصل الإعلام لمرحلة الكلام العادي البسيط اللي بكلمة منه تجيب ملايين المشاهدات. احنا رايحين فين؟ من ورق الجورنان صفرة لمحمود بدر الدين، لهلا هلا بتاع الكابتن مدحت شلبي، لفلسفة أيمن يونس، ولبساطة كابتن رضا عبد العال. برنامج رضا عبد العال ومحمود أبو الدهب ده تحس إن هم في ميكروباص، مش برنامج رياضي، وفي الآخر هيمسكوا في بعض. ودي كانت رحلة الإعلام الرياضي في مصر، رحلة فيها هبد، فيها ضحك، فيها تكتيك، بس برضه في الآخر هي دي اللي مجمعة المصريين قدام الرياضة والكرة في مصر. مستني رأيكم في الكومنتات، ولو عجبك المحتوى اللي أنا بعمله أو الكلام اللي أنا بقوله ما تنساش تعمل فولو ولايك. سلام.